عسلامة، مرحبا بكم في قناتي قناة عالم آمنة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاني رجعت لكم بفيديو جديد، وإن شاء الله نرجع لكم بالجديد. كما تشوفوا أنا حطيت اليوم الكاميرا وحطيت السيبور متاع التليفون، وقلت نبدأ نصور ونعمل على ربي. والله ماني عارفة عليه الفيديو اليوم كيفاش مش يجيكم. حطيت وما نعرفش حسيلو. نبدأ معاكم اليوم نهاري. باش نطيف الفطور، نغسل معوني وننظف كوجينتي كيما اي ربة بيت. ان شاء الله الفيديوهات متاعنا جدد هذونا مختلفين على الفيديوهات الاخرين، شويه روتين شويه تيتيب شويه قضيه كاي. وساعات نوريكم دي غوسات معناها متاع كليونات، شنو يطلبوا كليونات من عندي. كما تعرفوا انا ديما ما خدمتي ما نطيب الكليونات شنو يحبوا ياخذوا، مثلا بريك، خبز طابونه، سيتروناد. وانا كل مره اني نهبط لكم حاجه هكايا وانتم تتفرجوا. كما تشوفوا اني فطور اليوم باش نعمل مقرونه صلصه. معناتها الناس الكل تعرف المقرونه صلصه ماهيش معناها مش تجيكم صعيبه. اني جاتني صعيبه فاش جاتني صعيبه في التصوير الحق. جاتني صعيبه في التصوير علاش؟ على خاطر نسيت، والله نسيت التصوير، ونسيت المونتاج، ونسيت حتى كيفاش نركح التليفون. بعد ما صورت الفيديو خليك حسيلو كلمت اختي، قلت لها واك حليلي كيفاش اني مش نكمل هذه. تضحك شيخ علي بالضحك، اني نكلم فيها وشيخ علي بالضحك. قالت لي لا عادي، كمل في فيديوهاتك، كمل في تصويرك وعادي. النهار الاول بالك تدخل بعضك شويه تو سي فغي، دخلت بعضي على الاخر. اما قالت لي بعتلي ترجع، معناها ترجع بشويه ترجع للمونتاج وترجع برشا حاجات. اوكي نشوفوا. انا حطيت معناها اشوف فيديو، اني مش نهبطه لكم فيديو عفوي معناها بتاع داري عادي كيفاش اني نبدا نهاري من الصباح حتىش. مش اني ما صورتوش حاجه كبيره، بديت بشويه. بديت بشويه معناها قلت نهبط فيديو صغير ساعه ما نطولش عليكم برشا. وبعد ان شاء الله نبداو في الفيديوهات الصحاح كما كنا قبل. هاكي نشوفوا حطيت نطيف مقرونه بالدجاج قلت لكم. كما تشوفي حطيت قليت الطماطم، وانا قبل ما نقلي الطماطم نقلي الفلفل الشايح هذاك. كما تعرفوه الفلفل الشايح هذاك هو نحسه يفوح لي المقرونه، ونحسه يعزز نكهه الماكله التونسيه متاعنا. بالرغم عندك الفلفل مهروش في تو، ما نحسه هذاك يفوح لي الماكله متاعي برشا. نقليه هذاك ونخليه يبرد ونهرسوها وين كما تشوفي. مقرونه عاديه فيهاش حاجه اللي باش نصعب عليكم فيها حتى حاجه. هرست الفلفل وهزت عليه ثوم، ونحط نقلي الدجاج متاعي، نقليه الدجاج ونزيد عليه الفلفل. ما نمرقش تويكا الا ما الدجاج يشرب نكهه الفلفل الكل. صبيت شويه ماء سي فغي، علاش باش نحرقش الفلفل والطماطم، وخليه تطبخ على راحتها. كيما نشوفوا نقصرها في الغاز ونخليها تطبخ على راحتها. ما ننساوش الرند، رميت فيها ورقات رند وكل عادة. عاد ما ننساوش باش نلم الحوسه ورانا، ماك تعرفوا عاد اذا كان احنا بدينا وما نلموش الحوسه ورانا تبقى الدنيا تدخل الدنيا بعضها حسيل. كما تشوفوا حطيت فطوري يطيب على روحه، نمشي نتفقد معوني، نغسل معوني، نتفقد اللي يزيد وينقص في الدار وربة البيت شنو يلزم. اول ما بديت مش فرع الماكينه خاطر حطيتها من الليل تغسل المعون بتاعي تغسل، ومش باش نفرخها معناها هذاك هو باش نسكر الماكينه، لا ما تخافوش. نفرخها ونعاود نعبيه. ديما عندي ريزيرف يستنى فيا الحق. عندكم ماكينه المعون والماكينه متاع الحوايج بسم الله ما شاء الله، تقول مانيش عارف. ان شاء الله حاسيلهم ان شاء الله ربي يحفظهم لنا. ماكينه المعون ماكينه الحوايج هذوك هما اللي الواحد معاونينه في الدار على الاخر. اوكي نشوفوا حطيت نعبي فيها. نعاود نقول لكم بالله هي تفرجوا في الفيديو واعذروني معناها على والله ماني عارفه كيفاش حطيت وصورت، وكيفاش قاعده نحط في الصوت، وكيفاش قاعده نسجل نعمل في المونتاج بتاع الصوت، ولا ماني عارفه كيفاش حطيته. قلت لا محل نعمل على ربي ونحط وان شاء الله ربي يوفقني. المعون اللي ما حطيتوش في الماكينه نكمل نغسله بدايه، خاطر كيما هذيك الفورمه نتاع الجاتو، انا عندي الفورمه هذيك نتاع البلاد كي نحطها في الماكينه تتغسل بالبرودوي نتاع الماكينه تكحلي. هذا بيك كي نغسلها بيدي تبقى لك هي كاكا، خاطر
باش ما تفسديش باش ما تكحالش. وكما قلت لكم الفيديوهات نتاعي باش نهبط لكم ساعات هكايا معناها من الكمانده نتاع الكليونات شنو هو اللي يحبوا. تو ان شاء الله بقدر ربي نهبط لكم الوصفه نتاع السيترونات اللي يعني مسنسه معناها متعوده نبيع فيها، والوصفه نتاع الورقه البريك. وكل مره هوني كي نعمل حاجه وكل ما ننساكمش نودكم كان بالحاجه الباهيه ان شاء الله. تنظيف والتنظيف والتنظيف، والله يدينا تهريت بالجفال، الحق يدينا تهريت بالجفال وتهريت بك الصابون والدنيا. تعرفوا الفيديو رواني هذا معناها سجلته خليك وحطيته وتفرجت فيه مرة واثنين وثلاثة ونحكي معهم يا اغزر تتفرج نقصش حاجة يا ما نزيد ولا. سبحان الله الغيبة اللي غبت عليكم هذه متاع حكاية 3 سنين يمكن هكا نسيتني جملة، نسيتني في التصوير ونسيتني في برشا حاجات. قلت نحط كسرونتي على الغاز ونحط نطيب ما نخممش في التصوير وما نخممش في هكا باش نحط السيبور ونرجع نصور ولا لا ما الله غالب. أنا رجعت قلت خليني نرجع بشوي بشوي. تعرف كاك البيبي الصغير قاعدة نددش بشوي بشوي. كملت ركبت فطوري غسلت معوني نعمل تسيقة للكوجينة تشوفوا نكنس فيها والفطور على الغاز والصغار يدخلوا من المكتب معناها يزربوا ماما الفطور حسيلو يدو في دخوه والله يدو في دخوه حسيلو ربات البيت الكل ان شاء الله ربي يعاوننا الكل ليك يشوفوا تو مثلا ننظف ونسيق ونعملوا كل شيء نقد كل شيء بعد غير ترتاح شوي. شنو عملت انت اليوم؟ باش تعب اليوم. وليت نجنقل بك الطابي عاد الكوجينة نظيفة وما ممسوحة وليت نجنقل بك الطابي. طو بعد ما سيقتها والكليكة نرجع نتفقد الصوص متاعي. حطيت الميم تاع المقرونة انا غادي باش المقرونة صمتها. جيت نتفقد في الصوص ما شاء الله الريحة ما نحكي لكمش على الريحة متاعها ريحة بنينة ما شاء الله. ناقصة كلشي قرينة فلفل اخضر. قبل ما نحط الفلفل الاخضر اني ماني هرست المرلولة الفاحة والكليكة خليت منه شوي. علاش نخلي منه شوي نزيد نحط منه شوي في الاخر نحسك ريحة الثوم وفي المقرونة تعطي نكهة غير عادية كي نزيدو في الاخر. ورميت قرينة فلفل اخضر ونخليها تشكشك على راحات ونمشي مادام غلي المقرونة نكمل شغلي قضيتي نكمل قضيتي. هاك تشوفوا الكوجينة أنا ما ناقص حتى شيء. نجي لبيت الفطور نشوف ما فيهاش حاجة كبيرة ديريكت لميت شنو لميت وديريكت كنستها وتسيقة ديريكت ما تكون شاحت هي كان فطوري يحضر ان شاء الله بقدرة ربي. قلت لكم فيديو اليوم خفيف. شوف نضافت ما شاء الله شما عز من نضاف قبل الفطور تكون كل شيء يشعل. المقرونة متاعي حضرت تشوفوا الصوص متاعها قارة الزيت متاعها عاقدة. تقولوش المقرونة فيها الحمص أنا راني نحبهم نعشق مقرونة بالحمص كان سواء فلة ولا سباجيتي حاجة فيها مقرونة يلزم عندي أنا فيها الحمص. قالت لي كان الملوخية ما حدش فيها الحمص. فرقت المقرونة خليتها شربت الصوص متاعها وصيها الفطور نحضر وان شاء الله نجيكم في فيديو جديد عاد هاك تشوفوا انتم. انا كملت الفيديو هذا بقدرة ربي ان شاء الله نجيكم في فيديو جديد ونجيكم في وصفة جديدة وروتين جديد. وكما قلت لكم بشوي بشوي ان شاء الله نرجع للتصوير ونرجع للروسات متاعي مقرونتنا ما شاء الله ما نحكي لكمش على الريحة حاجة غير عادية. ان شاء الله عجبكم الفيديو متاعي وان شاء الله في فيديو جديد وباي باي بسلامة.